ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. تعالوا شوفوا النهارده هنشتغل ايه. ايدي الشنطه دي تنفع جميله جدا الهاند باج وشغل الهاند ميد برضو انا عاملاها جميله صغيره. ممكن تتحكمي في حجمها إذا كان صغير او كبير. بشتغلها ومعتمداها في اغلب شغلي. تعالوا كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنجيب الدبله اللي بنعلق فيها ايد الشنطه او الشنكة دهون عشان هنحطه في الدبلة بتاعت الشنطة. هي بسيطة جدا وجميلة. تعالوا شوفوا انا شغلاها ازاي. على فكرة انا بشتغلها دايما في اغلب شنطي. سهلة وجميلة جدا. وحاول كملوا الفيديو لحد الاخر هتشوفوا الشرح ازاي. بصوا اهو هنشتغل غرزة حشو عادية جدا اي حد يعرف يشتغلها. اهو بصوا ازاي. هنمسك طرف الخيط نشتغل عليه عشان يبقى الفينش بتاعنا مظبوط اهو. وهشتغل 5 غرز. اشتغلت 4 وده الخامس اهو كده 5 غرز. بصوا هنطلع بحلقة على الإبرة. وبعد كده هنشتغل من جنب واحد على ايه، على ال5 غرز اللي احنا عملناهم. كل واحدة فوقيها هنطلع حلقة. بصوا ازاي. بعد كده شوفوا الخيط هيبقى ايه، مرن بيجي ويروح. هنمسك الخيط هيكون ايه معانا الحلقة اهو. هنمسك الخيط ونطلع من بين كل حلقتين الخيط اللي هو ايه بيتشد وبيترخي معانا ده هو. هنطلع منه حلقة ونحطها على ايه الابرة لحد ما نكمل. هنعد هنكملهم هنلاقيهم 5. تمام. هنكملهم هنلاقيهم اهو 5. هنعد 5 حلقات وهنسحب الخيط. بصوا اهو هنسحب الخيط هنلاقيه بيجي ويروح. تمام. هنشده شوية وهنخلي حلقة على الإبرة ونبتدي نطلع من بين كل غرزة والتانية بالخيط اللي هو ده هو اللي بيشد. هنطلع حلقات نكمل 5 حلقات. هنفضل ماشيين على طول على نفس الطريقة. سهلة جدا 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 وشكلها خطير. شكلها جميل جدا. شغلها مختلف خالص وجميل جدا. انا بفضلها حتى عن الايد الجلد. وعلى فكرة بتنفع ايدين للشنط وبتنفع حزام. ولو كانت صغيرة ممكن تنفع خزازة. يعني انت ممكن الغرزة دي تستغليها في حاجات كتيرة. لانها فعلا جميلة. انا بقول لكم انا معتمداها في اغلب شغلي. يا بنات نبتدي ونصلي على النبي. نسينا او ما نسيناش، هو في قلبنا دايما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما نذكر الله كده احنا وبنشتغل عشان ربنا يبارك في رزقنا ويكرمنا في حياتنا. تعالوا بصوا اهو بين كل حلقتين نطلع الخيط ده اللي هو ايه اللي بيجي ويروح معانا ده المرن اهو. نكمل 5 ونسحب. سهل جدا جدا جدا. انا قربوا كده لحد اخر الفيديو هتلاقوه سهل جدا. ودايما انا زي ما انا بقول لكم جربته وجميل جدا. الكاميرا على فكرة مش جايبة الجمال بتاع الغرزة. لكن انت لما هتشتغليه هتلاقيه جميل جدا اهو. بصوا
من بين كل حلقتين هسحب الخيط، من كل بين حلقتين هسحب الخيط. اللي اسحبها هحطها فين؟ على الابرة. هنعد على طول دايما الخمسة دي هتفضل 5 حلقات معانا لحد الاخر، ولا نزود ولا ننقص، عشان يبقى الحزام او ايد الشنطة متساوية. بصوا جميل جدا. يا ريت يا بنات تدعولي، انا اي حاجة ممكن تفيدكم هخليها لكم هنا وهعملها عشان تستفادوا بيها. دايما نذكر الله يا بنات. سهلة جدا. حاولي هاتي الإبرة وحاولي. ده بالنسبة للمبتدئين، بناتي الأمارات الحلوين كلهم نحاول ونشتغل. إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك هي بالباطل. نشتغل. بصوا ايه رأيكم؟ بصوا جميلة ازاي، والفينش بتاعها هيكون حلو خالص، لانك شغلاها ايه على الدبلة نفسها بتاعت او المشبك نفسه اللي هتحطي فيه الدبلة بتاعت الشنطة. يعني ولا خيوط هتبقى وحشة ولا بتاع. يلا دعواتكم. يلا باي، بحبكم في